في يوم من الأيام احنا كنا في الشتاء، وكان الجو برد قوي في اليوم ده. ولقيت اخويا بيقولي الجو النهاردة برد قوي، وفعلا يومها الجو كان تلج. لقيته بيقولي ممكن انام جنبك النهاردة، انا في طرف وانت في طرف. قلتله طبعا مفيش مشكلة. قالي يعني مش هتتضايقي؟ قلتله لا طبعا عمري ما هتضايق. وفعلا جه يومها ونام جنبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. هحكي لكم حكايه النهارده وهستنى رايكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، واللايك كمان يا حبايبي. ما تنسوش تحطوا لايك. ويلا بينا نبدا في الحكايه. انا ولاء، وعندي 27 سنه، بنت وحيده وجميله. وطول عمري كان نفسي يكون لي اخوات. ابويا قبل ما يتجوز مامتي كان متجوز قبلها، واللي كان متجوزها قبل ماما دي كان مخلف منها ولد، وكبر دلوقتي وبقى عنده 20 سنة. الولد ده كان عايش مع مامته في بيت أهلها، هي اللي كانت عايزة كده. وأنا كنت عايشة مع أبويا وأمي. أبويا وأمي ما خلفوش غيري، وطول عمري وأنا نفسي يكون ليا أخ أو أخت، لكن هم ما خلفوش غيري. وسبحان الله جيت في يوم من الأيام وشاء ربنا ان هو يجي ويعيش معانا تاني، لظروف يعني حصلت عندهم، او بمعنى اصح ان اخويا كبر وبقى بيعمل مشاكل كتير، وجده ووالدته ما بقوش قادرين عليه. فجده كلم بابا وقال له تعالى خد ابنك، كفاية عليا كده، انا كبرت ومعدتش قادر له، وكفاية عليا ربطهولك 20 سنة، ودلوقتي بقى المفروض انت تتحمل مسؤوليته. وفعلا ابويا راح وجابه، بس ماما ما كانتش موافقة على الموضوع ده خالص، وكانت كل شوية تعمل مشاكل مع بابا بسبب انه اخويا قاعد عندنا. بس بابا كان مصمم على وجوده، ويقول لها كفاية انه اتربى بعيد عني، مش معقول دلوقتي هسيبه او هرميه ينام في الشارع. وماما كانت خايفة عليا منه، لانه بالنسبة لها برضو مهما كان شخص غريب علينا. اما بالنسبة لي انا كنت فرحانة اوي انه هيعيش معانا، لاني كنت مشتاقة قوي احس باحساس الاخوة، ويكون ليا اخ يحبني واحبه واخاف عليه ويخاف عليا. علشان كده كنت فرحانة قوي بوجوده وان هو هيعيش معانا. لاني دايما لما كنت بسمع اصحابي هما بيتكلموا عن اخواتهم كان بيبقى نفسي اجرب الاحساس والشعور ده. علشان كده فرحت لما جه وقال ان هو هيعيش معانا. لكن ماما كانت متضايقة منه جدا وكانت خايفة عليا منه، وكانت دايما بتحذرني منه وتقولي بعيد عنه متتكلميش معاه، ده مهما كان شاب وتربى بعيد عننا، وما نعرفش هو اتربى ازاي ولا اخلاقه ايه. وكانت دايما بتراقبنا لدرجة ان انا بقيت اتوتر وافضل قلقانة وخايفة. لكن هو في الحقيقة كان شخص كويس، وكان بيحب الضحك والهزار. وكان كل يوم اول ما بابا وماما يدخلوا يناموا كنا نسهر انا وهو في الصالة، ونقعد نتكلم ونحكي في مواضيع ونضحك ونهزر ونتفرج على افلام في التلفزيون. كنا كل يوم على كده. احنا بيتنا كان صغير وضيق، يا دوب كان اوضتين وصالة ومطبخ صغير برضو. فاخويا ما كانش له مكان ان هو ينام فيه، فكان بينام في الصالة على الكنبة، وكان دايما بيحط هدومه وحاجته كلها عندي في الدولاب بتاعي. كنت دايما بستغل اللحظات اللي احنا قاعدين فيها علشان اعرفه اكتر، لان زي ما انتوا عارفين احنا ما تربناش مع بعض. وكنا دايما كل ما نيجي نتفرج على التلفزيون واحنا قاعدين مع بعض كان دايما مثلا يا اما يحط دراعه على كتفي او على ظهري، وكنت وقتها بحس بدفى وحنان واحساس الاخوة اللي انا كان نفسي فيه من زمان. بس هو برضو يعني كان ليه شوية حركات كده بتخليني يعني احتار وابقى مش عارفة هو يقصد ايه. يعني مثلا لما كان يمشي ايده كده على ظهري كنت بحتار، بس كنت بهدي نفسي وبقول يمكن دي طبيعة العلاقة العادي بين الاخوات، وان دي حاجة عادية مفيش فيها حاجة غلط. وكنت ساعتها بفتكر كلام صحابي لما كانوا بيقعدوا يحكي على هزارهم مع اخواتهم، وكان ساعتها قلبي بيطمن شوية وبقول ان ده عادي. لحد ما في يوم اللي حصل في المطبخ لما كنت عايزة اجيب كوباية، بس كانت
في رف عالي شوية ما كنتش عارفة ان انا اجيبها. لقيته جه ومرة واحدة واشتلني بين ايديه ورفعني ونزلنا على الارض تاني. على قد ما الموقف